يقول والهجم على بيت الزهراء يقولوا له إن في الدار فاطمة، يقول وي. القمة عنده كتاب اسمه بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان. شيخ عباس يجيب قصة شمر ابن ذي الجوشن لما زينب قالت له شمر ابتعدوا عنه لأنه أنا أريد أركب النساء على النوق وكذا، أنتوا ذا تباوعون، أنا ذني العلويات ما أقدر أصعدهن على الناقة، ذني بنات عز ودلال وحجاب. تقول كتب التاريخ فكأنه استحى شمر عمر بن سعد، طبعا هو ما استحى لعنة الله عليه. كتب التاريخ تقول فكأنه استحى وقال للجيش، قال لهم ديروا وجوهكم وخروا عن العلويات خي صعدا عن النوق، وخروا عنهم. يقول عمر بن سعد وشمر شوية لان من قالوا له ذني بنات ونسوان وعيب تباوعون، ديروا وجوهكم حتى النسوان يركبون دار وجوههم. يقول والهجم على بيت الزهراء يقولوا له إن في الدار فاطمة، يقول وي. شو الوقاحة هذا؟ شمر مشايل وقاحته، عمر بن سعد مشايل ندالته وخصته، وإن انقحت فاطمة. منو فاطمة؟ حرقوه. ردقت للنذيل ما رد، ظل واقف على اعتابي، أنا أم الحسن